سلام. النهاردة هنعمل مع بعض حلا الكاسترد البارد اللي من غير بيض ولا دقيق ولا فرن ولا أي مكونات كتيرة. يلا بينا على الفود بروسيسور. هنجيب أي نوع بسكوت شاي وتقريبا بما يعادل 180 جرام اللي هو باكت كامل، وهندوب مكعبين من الزبدة هنضيفهم فوق البسكوت وهنطحنه على الناعم خالص يبقى عامل زي الرملة كده، ونحطه في كاسات التقديم او لو عايزين بايركس عادي مفيش مشكلة. وهنساوي البسكوت بأي حاجة عندنا بالشكل ده. وبعد كده يلا بينا على النار. هنحط اول حاجة اي حاجة نضيف فيها الحليب. هنضيف لتر حليب بما يعادل 4 كوبايات وسط، وبعد كده هنسيبه لغاية مرحلة الغليان. وبعد كده هنضيف طاسة على النار ونحط بما يعادل كوباية سكر، عايزة تقللي او عايزة تزودي براحتك. وبعد كده يتكرمل السكر معانا بالشكل ده، ونضيف للحليب المغلي. ما تخافوش خالص من الخطوة دي، ونفضل نضيف كل كمية الحليب اللي موجودة عندنا بالشكل ده بالتدريج لغاية ما الكراميل يدوب بالكامل. انتوا هتحسوا بيه وانتوا بتقلبوا باستمرار. زي ما انتوا شايفين هنا كان داب الكراميل بالكامل. ويلا بينا على المكونات اللي فاضله. عندنا معلقتين من الكاستر، وكمان نص معلقة من الفانيليا. وهنضيف الخليط بتاع الحليب للكاستر والفانيليا برضو هنضيفهم بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده، ونقلب كويس جدا لغاية ما نخلص كل المكونات ونرفعهم تاني على النار لغاية ما يبتدي قوام الكاسترد يتغير زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزاه لغاية ما يوصل للقوام ده، مش اتقل من كده، ولا كان معاكم اتقل من كده ضيفوله نص كوباية حليب عشان يفك. وبعد كده نضيفه فوق الكاسات بتاعتنا اللي حطينا فيها البسكوت زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وبعد كده هنزين الوش بقرفة او كاكاو، مفيش اي مشكلة، بس القرفة بتديله طعم حلو جدا جدا جدا. انا يعني عملت ميكس بين الكاكاو وبين القرفة. وبعد كده بجيب اي نوع مكسرات عندي وبضيفه للوش، وبعد كده بدخله التلاجة. هي ساعة واحدة بس بيكون جمد، وبجد طعمه حلو قوي 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 ويبرد على قلبنا في الصيف اللي احنا فيه ده، ومن غير اي مكونات كتيرة. ما تنسوش الفولو واللايك وسبسكرايب وتعملوا سيف للفيديو، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.